أهلا بكم من جديد. وفي هذه الفقرة يصحبنا الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية. اسم الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل برز بقوة في هذه الترشيحات لأسباب عديدة، فهو من عائلة سياسية ودينية، ووالده هو النائب المعروف والداعية المعروف الشيخ صلاح أبو إسماعيل الذي لطالما جلجل في قاعات البرلمان المصري وعلى منابر المساجد. الشيء الثاني أن الأستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل باعتراف الجميع كان من أكثر السياسيين المصريين والمرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية تواجدا في ميدان التحرير ومع الحركة الثورية التي غيرت مصر أو التي نأمل أن تغير مصر. الشيء الثالث أن آراءه السياسية التي طرحها في كثير من القضايا أثارت جدلا سياسيا كبيرا أكثر بكثير من آراء طرحها مرشحون أو سياسيون آخرون في المعترك السياسي المصري، فهو من عائلة سياسية ومن عائلة دينية، وجده ووالدته أيضا لهما باع كبير في مجال العلوم الشرعية والفقه. أهلا بك أستاذ حازم. أهلا وسهلا. يعني حضرتك محامي معروف، وزي ما احنا قلنا أشرنا من أسرة سياسة ودين، وأيضا تخرج على الناس في برامج دينية في فضائيات مختلفة، فالناس تتعامل معك باعتبارك محاميا أم باعتبار المهنة، أم باعتبارك رجل دين، أم باعتبارك سياسي ينزل إلى المجال العام وليس لديه إلا برامج وأفكار سياسية يتمنى من جمهور المصريين أن يقبلوه أو أن يؤيدوه. أولا شكرا جزيلا، ودي فرصة جميلة جدا أني ألتقي بحضرتك، ويمكن فعلا آخر لقاء كان في الميدان، فأنا سعيد أن يكون اللقاء التالي هنا، وإن شاء الله دايما تلاقي باستمرار يا رب. إن شاء الله. القضية دي داخليا عندي أنا كشخص محسومة، لأن هي عناصر لشخصية واحدة. نعم. العنصر السياسي، العنصر القانوني، العنصر الشرعي، العنصر الاجتماعي، العنصر العائلي. إنما هو بالنسبة لناس كثيرين لا يعرفون إلا عنصر واحد ويجهلوا بقية العناصر. فأنا كنت كل يوم عندي عملي القانوني. نعم. في لجان قانونية، في محاكم، في مرافعات، في بنوك، في جهات محلية. نعم. اقتصادية. وعندي في نفس الوقت الجانب السياسي، المؤتمرات السياسية اللي كانت مسجلة على الأقل من 20 سنة مثلا سابقة في نقابة المحامين ونقابة الصحفيين وفي المحافظات وفي الأحداث السياسية الكبيرة. كذلك الحقيقة الناحية اللي تتعلق بناحية العلم الشرعي مسألة الحقيقة كانت عميقة طول العمر. والحقيقة أنا مش جديد على هذا، لأنه ده موجود كتير. يعني مثلا واحد زي الأستاذ عباس العقاد كان متنوع الثقافات بهذه الصورة، الأستاذ خالد محمد خالد، الأستاذ كثيرين، حتى بعض الآن القانونيين سواء قضاء أو محامين أو غيره. يعني الثقافة الحقيقة اللي ممكن تبقى فيها الناحية الدينية والسياسية وما إلى ذلك. إنما بس كل ما في الأمر إنه كان يبقى فيه دايما جانب غير مرئي للناس كثيرين. فمثلا اللي كانوا يحضروا، لكن هو أنا أعرف حضرتك تتكلم عن مين، سواء الأمثلة أو ناس طبعا آخرين موجودين في المجال، لكن لما يقدموا نفسهم كمحامين أو كسياسيين أو كشخصيات عامة، حتى لو لديهم هذه الخلفية اللي حضرتك تفضلت عنها من ثقافة العلوم الشرعية وكذا، غير لما يقدموا نفسهم باعتبارهم دعاء أو رجال دين. المجتمع المصري يريد باستمرار أنه رجل الدين يكون رجل دين، ورجل السياسة أو الشخصية العامة رجل سياسة وشخصية عامة. يعني إذا كان لابد من اختيار، فأنا أعتبر نفسي رجل القضايا العامة. نعم. وأن الدين أحد هذه العناصر ولا شك في ذلك، لأنه يعني على سبيل المثال لما من قرابة 30 أو 25 سنة حصلت مشكلة قتل سليمان خاطر في السجن. نعم. فالمؤتمرات اللي كانت تبقى موجودة في الشارع أو في الجامعات، لما قتل عبد الحارث مدني المحامي في نتيجة التعذيب، لما غيره، فأنا لم أتوقف أبدا عن مواجهة النظام الذي كان قائما سياسيا. كون بقى انه يبقى من ضمن مكونات ده ثقافة قانونية. هل بسبب المواقف دي وبتاريخ الوالد
رحمه الله عليه، تعرضت للسجن في اي وقت من الاوقات من نظام؟ لا الحمد لله انا لم اسجن بفضل الله عز وجل. من نظام مبارك. ويمكن يكون فعلا جانب منها انه كان الوقت ده غير دلوقتي، كان والدي نائب في البرلمان، وكانت الحقيقه قوه مواقفه في البرلمان ساعات ترهب، يعني يخشون انه يكون المساله، لانه هو عمل اشياء كثيره. يعني تعرف حضرتك انه عدد الوزراء اللي كانوا نتيجه، يعني انت بدات عملك العام في ظل وجود الوالد طبعا ولا انتظرت؟ لا 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 طبعا. انا حتى وزير الداخليه في قبل وفاه الوالد وقف في مجلس الشعب وقال اذا كنا بنتكلم عن صلاح ابو اسماعيل وهو نائب، فانتوا ابنه بيواجه النظام باشد مما واحنا بنشكو من هذا. وسجل هذا في المضابط في سنه اظن 88 او 89. وقبل كده ما هو سليمان خاطر كان قبل وفاه الوالد. صحيح. على حال سليمان عرضنا في ذكراه ما يثبت شهاده كانت لم تكن موجوده من كان معه في السجن، واثبت انه لم ينتحر، وانه كل ما قيل كان نعم. وايام مشكله هضبه الاهرام كان الوالد موجود وكان نائب في البرلمان، واثناء مساله معاهده كامب ديفيد ثم او اتفاقيه كامب ديفيد ثم معاهده السلام، كل ده كان مبكر. انا ساكون صريحا مع حضرتك، لما ترافعت في المحكمه ودفعت الدفع الشهير ساعتها بان حسني مبارك طبقا لمجله الايكونومست البريطانيه اصبح رابع اغنى رجل في مصر بعد 6 سنين فقط من توليه الحكم السلطة، وذكرت انه هذا عدوان على الشعب المصري. كان في قضية دي كان في قضية كان امام محكمة امن الدولة العليا، وكانت دي في مرافعة سنة 89، وكان فيها من كبار المحامين الدكتور عبد الحليم مندور وغيره من المحامين. امين يا رب. وثبت هذا الدفع في محضر الجلسة، يعني دفعت بحق المتهمين في الانتفاع بحق الدفاع الشرعي، لأن البلد تنهب لدرجة أنه بهذه الصورة. أنا هكون صريح مع حضرتك، إحنا القضايا التي أثيرت معك أكثر من مرة حوالين بعض الآراء الشرعية والمختلف عليها لن نتعامل، أولا أنها قيلت، ثانيا لأن احنا لا نريد أن نحول الموضوع إلى جدال شرعي، لكن نتعامل معك زي ما حضرتك قلت كده، أنا رجل القضايا العامة وأنت مرشح محتمل للرئاسة، فسنركز على الآراء التي تقولها والتي تتعلق بالشأن العام أو بمستقبل الوطن. هل خروج الدكتور محمد البرادعي وهو كان يشرفنا أمس كما تشرفنا حضرتك اليوم فتح الفرص لكم أكثر كمرشحين للرئاسة باختفائه من سباق المتنافسين؟ لا لا مطلقا. أولا أنا إنسانيا أفضل أن يبقى كل المرشحين. نعم. يعني فعلا اليوم اللي واحد من المرشحين يقرر أنه يخرج من السباق أشعر بألم. نعم. وهذا تكرر كذا مرة مع أكثر من مرشح. وأنا سامع الآن برضو أنه في بعض الناس من باب الرقي ناويين أيضا يعلنوا انسحابهم. طبعا مش متأكد الخبر صحيح ولا مش صحيح. زي مين كده؟ لا يعني ما ينفعش أقول طبعا، لكن يعني بشعر بألم لأنه الحقيقة. المرشح إسلامي طيب ولا غير ولا مرجعية إسلامية؟ من ده من هنا ومن هنا. تمام. يعني سامع كلام الحقيقة ومتألم أيضا، لكن هي الفكرة ليه؟ لأنه إنسانيا حضرتك تحب أنه تظل الظروف مواتية، أن كل من كان قد قرر أنه يخوض هذا الغمار يبقوا موجودين كلهم. نعم. هو طبعا وجاهة المعركة. صحيح. طبعا هنا أنت بتتكلم عن التنافس المتنوع والمتعدد، لكن المسألة ممكن تكونش إنسانية، تبقى أن الظروف السياسية المصلحة بقى دي حاجة يراها البعض طبعا. من هذا القبيل بقى أتمنى أن كلهم ينسحبوا وأفضل أنا لوحدي وأخدها يعني. وأنا برضه مش عايزينها بالتزكية زي اليمن يعني. طيب على أي حال أنا هسأل حضرتك سؤال، يعني أنا في الحقيقة مش من الناس اللي هم مع وجود اللجان الإلكترونية العديدة بيثقوا كثير في استفتاءات الفيسبوك وكده، لكن هي مؤشر. هناك تقدم في استطلاعات الرأي العام في الفيسبوك لحضرتك بشكل واضح جدا، ولأخونا العزيز أيضا مرشح محتمل للرئاسة، شخصية وطنية زي حضرتك الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. هل بأي صورة من الصور هذا يرجع للمرجعية الإسلامية اللي تنتموا إليها رغم الاختلاف أو التباين اللي فيها؟ لأن أنا أعرف أنكم لم تكن أبدا عضوا في الإخوان المسلمين بشكل تنظيمي. مظبوط؟ هقول لحضرتك هل ده بيرجع للمرجعية الإسلامية لكل واحد منكم هذا التطور أو النمو في الشعبية بتاعتكم على الأقل في استطلاعات الإنترنت؟ طيب صدقني حضرتك،
العناصر المتعددة دي، انه ده اسلامي، انه عنده حلول سياسية، انه عنده خبرة كذا، انه كذا، دي في الاخر بتنتهي، كل العناصر المفردة دي بتنتهي في النهاية الى حالة واحدة تخاطب وجدان الناس على بعضها. اذا الناس شعرت ان الشخص اقرب اليها، وانه ده ترجمة لما تشعره فعلا، وانه ليست عليه مؤثرات اخرى، وانه لا يرضي اليمين والشمال، وانه بيحدث شيء من التفاعل النفسي. ويدخل الناخب ربما هو ما يقدرش يقول بالظبط انا ليه هنتخبه، لكن على بعضها كده حس ان الراجل ده هو ده اللي انا ممكن انتخبه. طبعا انا احمد الله، لكن يعني لما بدأت الاستطلاعات كلها اخد فيها المركز الاول والمسألة تبقى يعني باجماع بهذه الصورة، انا عايز اقول لحضرتك انا انظر الى هذا على انه هو نسبة في الخريطة، مش الخريطة كلها. لانه جايز ده يقول ان طلبة الجامعات مثلا بدأت تستشعر انه لا هذا هو اختيارها، ممكن اقول كده. جايز يتقال انه مثلا الشباب بصورة او باخرى، انما قد يكون مثلا العامل اللي قدام المكنة او الفلاح اللي في الغيط لا يستخدم التصويت الالكتروني ربما. وبالتالي لازم الانسان ينظر في الغالب يعني طبعا في الغالب، لانه يعني جايز شريحة سنية معينة. صحيح. يعني أنا لا أصوت في التصويت الإلكتروني، وأحيانا شريحة اجتماعية كمان، وقد يكون مش عارف، متهيألي الشرائح الاجتماعية كلها دلوقتي بقى فيها الكلام ده. إنما فبالتالي هو الإنسان ما يصحش إن هو ينظر، هي حاجة تفرح بس ما يصحش ينظر إليها على إنها شيء يغر. لا، هو ده في مقياس. أنا طبعا في منتهى السعادة إني أشعر إن جمهور مثلا الجامعات والنوادي والشباب والشوارع، يعني إنه الشريحة دي ممكن يكون واحد متوقع المسألة الله أعلم، لكن يعني طبقا لقراءة الاستفتاءات دي إنها مثلا خلاص اختياراتها محسومة، شيء يسعدني جدا. طيب حضرتك عمرك ما كنت من الفلول أو النظام القديم، مظبوط؟ لا، فلول يا نهار أبيض. طيب الحمد لله، الحمد لله. خلاص أنا ضد. شوف يا أستاذ حسين، حسني مبارك تولى الحكم سنة 81، جدد له 87 و93 و99 و2005. تمام. الأربع مرات بدأ من المرة الثانية أنا كنت واحد من القليلين اللي جهروا في الميكروفونات وبأعلى صوتهم بأنني أرفض التجديد لحسني مبارك. تمام. وأراه غير أهل لهذا. فالناس اللي بتبني على كده إيه؟ إنه أستاذ حازم صلاح أبو إسماعيل، الدكتور عبد المنعم فتوح، وأستاذ حمدين صباحي وغيرهم، هؤلاء من الذين كانوا معارضين للنظام المصري، فلا ينبغي أن تتفتت أصواتهم. وحضرتك طبعا سمعت عن مبادرات مثلا الاتفاق على الدكتور عبد المنعم فتوح كمرشح للرئاسة بمرجعية إسلامية، ويكون له في نفس التذكرة الانتخابية نائبان، واحد من الاتجاه القومي واحد من الاتجاه الليبرالي، بحيث يمثلوا الاتجاهات الرئيسية في الحياة السياسية المصرية. هل أنت واحد من الناس الذين يمكن أن يتنازلوا للدكتور عبد المنعم فتوح في ترتيب من هذا النوع؟ شوف حضرتك، أولا الدكتور عبد المنعم فتوح، الأستاذ حمدين صباحي، غيرهم، كل دي أسماء يعني محترمة جديرة بأنه الإنسان يفسح لهم، يعني ما هماش حاجة بسيطة أو حاجة أهلا وسهلا، لهم تاريخ. نعم. إنما هي الفكرة كلها بتكمن ساعات في المنهج، في المبادئ. أنا ما بحبش أبدا أقول الكلام اللي لما أنا أقوله كده دول ودول يحسوا انهم مبسوطين. ازاي الكلام اللي يبقى ماشي على، وافاجئ بان في نوعيات عجيبه جدا مبسوطه من الخطاب الفلاني، يبقى الكلام اللي بيحمل الوجهين ده لما تيجي تنفذه فعلا على الارض هيتضح ان انت كنت بتقول كلام يجمع، لكن في الحقيقه انت هتتجه ازاي. مؤسسة الرئاسة، وتشعر ان الاخرين يقولون هذا الكلام. لا، ده انا هقول لحضرتك بقى انا اقصد ايه. اقصد ان مؤسسة الرئاسة لو احنا خليناها رئيس اسلامي ونائب ليبرالي ونائب يساري
ده احنا كده بنجني على مؤسسة الرئاسة، بنجني عليها لأنها بنخليها مؤسسة غير مستمسكة على قرارها. بنخلي انت مضطر، ما هو خلاص الراجل ملتزم أدبيا انه ده يفضل النائب بتاعي طول المدة، ما اقدرش اشيله، ولازم يديله مهام كمان، ولازم يديله مهام، وده يبقى شريك، ولو ما سمعش الكلام يطلع في الإعلام يقول هذا الكلام أنا لا أوافق عليه. لا، ده احنا يبقى عملنا مش مركب فيها رئيسين، ده احنا عملنا مركب اللي يضرب بالبنية أقوى شوية تتجه المركب ناحيته. ما ينفعش، ما ينفعش خالص. لازم نتفق إن احنا عندنا فرنسا مثلا اللي الناس فرحانة جدا باستقرار ديمقراطيتها، كان فيها الرئيس اليميني ثم الانتخابات. يعني أنا فاكر لما ديستان دخل الانتخابات ضد ميتيران وجاء الرئيس الاشتراكي الأول ميتيران كرئيس وزراء يميني ورئيس وزراء يميني، لكن وضوح الاختصاصات دستوريا وشال ده. بعد كده تبص تلاقي حضرتك شيراك يأتي ويخلفه ساركوزي، نفس الموضوع يميني ويساري. ما ينفعش يميني ويساري يتحولوا إلى أنهم الاثنين بيخبطوا في بعض. لازم زي مثلا لما يمكن حد يخوف حضرتك ان عايز رئيس باتجاه سياسي واضح واحد يفرض نفسه على البلد، وكمان يبقى عنده سلطات مطلقة. يمكن ده يخوف الناس. انا هاخد رد حضرتك، بس عندي فاصل اعلاني وهرجع لحضرتك تجاوب عليه وعلى تقدير مختلف في هذا الموضوع. اهلا وسهلا.